مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى تغطيتنا لهذا اليوم، حيث تحول العراق إلى بلد مستهلك للمخدرات بعد أن كان معبرا لها خلال العقدين الآخرين. فلا يمر يوما إلا وتنشر الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها بيانات حول اعتقال متاجرين أو مدمنين أو ضبط ملايين الحبوب المخدرة في محافظات عراقية عدة. فقد سجل عام 2022 اعتقال أكثر من 14,000 شخص بينهم نساء، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من استغلال العصابات والمافيات المجتمعات لغرض الترويج والتنقل لموادها الفتاكة. فما هو الإدمان على المخدرات؟ وما هو أبرز أسباب انتشار آفة المخدرات في المجتمع؟ وما هي الحلول الواجب وضعها للحد منها؟ هذا ما سأناقشه مع ضيفتي الكريمتين القانونية نضال أحمد محمد، وأيضا معي في الاستوديو الباحثة الاجتماعية ريم وسمي حمد. أرحب بكما بداية. نبدي مع ست ريم، حيث بداية أصبحت المخدرات هي آفة تفتك بالمجتمع العراقي. نعم. وحيث يقال أنه هو وجه آخر للإرهاب أيضا، فشنو معنى، نريد نعرف شنو معنى المخدرات وشنو معنى الإدمان على المخدرات؟ نعم، بداية أحب أشكركم على طرح هذا الموضوع، لأن صراحة احنا محتاجين بكثرة التنويه أو التوعية بهذا الموضوع بسبب الانتشار، وجاي نفقد يعني صراحة هواي شباب بعمر الورود، المراهقين خصوصا، يروحون يعني ضحية لآفة المخدرات. الإدمان هو رغبة، دائما هو رغبة قهرية للاستمرار في تعاطي المادة المخدرة أو الحصول عليها. يعني بعدين راح المتعاطي من ياخذ مرة واحدة راح يحس برغبة إنه دائما لازم يحصل عليها بأي وسيلة، ومع زيادة الجرعة يبدي يزيد، ما يسبب اعتماد يعتمد عليها نفسيا وجسميا وتأثيرها ضار على الفرد وعلى المجتمع. نعم ستريم، قبل كنا نسمع فقط بالتلفزيون انه باسم المخدرات، لكن اليوم نسمع يعني ونشوف الكثير يتعاطون المخدرات، حتى اطفال وحتى طلاب بالمدارس وطلاب ايضا بالكليات والجامعات. نعم. فشنو سبب انتشار هذه الظاهرة الكبيرة اليوم في المجتمع العراقي؟ على ما أعتقد الوضع الاقتصادي والظروف اللي جاي يمر بها البلد من الإرهاب وغيرها من الأمور، الضغوطات اللي جاي تصير على المجتمع، على العائلة، أسبابها كلها تؤدي إلى ميول الشباب إلى تعاطي المخدرات. وأعتقد أيضا التفكك الأسري. نعم. أيضا من أسباب يعني ميول الأفراد إلى المخدرات. نعم ست نضال، اليوم نشوف أطفال أيضا كثيرين يتعاطون المخدرات. نعم. ليش الأطفال اليوم يلتجؤون إلى تعاطي المخدرات؟ شنو السبب؟ طبعا نلاحظ بهذه الفترة الأخيرة انتشرت هذه الظاهرة بشكل يعني خطير. نعم. خطير على الفرد وعلى الأسرة وعلى المجتمع أيضا. هذا الطفل بهذا السن اللي هو تحت سن 18 سنة يكون طفل مندفع وما يفكر تفكير عقلاني، وعنده حب التجربة، حب الرغبة إنه يجرب شيء. نعم. بدون ما يفكر تفكير عقلاني. فالاندفاع والرغبة هي اللي تخليه يجرب هذا الشيء، بالإضافة إلى ظروف أخرى مثلا تركه للدراسة، البيئة الغير آمنة اللي يعيش بها داخل الأسرة، الزوج والزوجة مشاكل، عنف أسري. قد يضطر الطفل أنه يلجأ ويهرب من هذا الواقع المرير اللي يعيشه، فيلجأ للمخدرات بدون وعي. نعم. بدون وعي، بدون ما يعي أنه هذه الظاهرة أو هذا التعاطي قد يؤدي إلى أضرار صحية خطيرة. هو مرة واحدة يقول خلي أجربها. نعم. لكن الاندفاع اللي عندما يوجد. نعم. هذا الاندفاع لدى اللي أكبر منه، كونه اللي أكبر منه يكون عقلاني ويفكر. الطفل بهذا العمر يكون مندفع وعنده حب الرغبة وحب التجربة. نعم. وإذا أكو أصدقاء سوء أكيد. نعم ستريم، إيش قد مهم رقابة الأهل والأسرة للطفل حتى يبتعد عن تعاطي المخدرات؟
طبعا كلش مهم انه الاسره تتابع اطفالها او الشباب اللي موجودين بالعائله. من المهم جدا انه يتابعون، لانه صراحه احنا نشوف انتشار المخدرات بالعوائل اللي هي اكثر تفككا انتشارها. يعني نشوف العائله السليمه ماكو هاي الظاهره يمهم، بس العوائل اللي هم ما عندهم رقابه، ملتهين مثلا بالمشاكل اللي بيناتهم، ينسون امر اطفالهم، ينسون هم وين يروحون وين يجون، متابعات ماكو، متابعه بالمدرسه ماكو. اذا نلاحظ بعض يعني القصص اللي انتشرت انه هي من داخل المدارس تنتشر المخدرات، ولانه ماكو متابعه ورقابه من الاهل يعني لحد ما يصيرون مدمنين هم اهلهم ما يعرفون بيهم. نعم. فكلش مهم انه العائله تكون يعني دائما مراقبه ابنائهم. نعم. زين، شنو هو البيئه اللي نقول تحفز او تخلي الشخص او الطفل يذهب الى تعاطي المخدرات؟ قلت لك هي البيئه الغير امنه او الغير سالمه بالعائله الغير سليمه خلينا نقول. نعم. او مثلا نشوف العوائل اللي وضعها الاقتصادي دائما تعبان، هو اوضاع العنف اللي تصير ايضا داخل العائله، كل هاي الامور تاثر على نفسيه الطفل، تخليه ينجرف بهيج طرق يعني. وخصوصا اذا كان يعني قلت لك مثل ما قلت انه ماكو رقابه من الاهل، فاكيد هم راح من اصدقاء السوء يجربها مره مرتين لحد ما يصير مدمن عليها. زين، بهالحاله من كانوا الاهل هم ما عندهم رقابه، وايضا البيئه اللي عايش بها الطفل هي تشجع انه يتعاطى المخدرات، شنو ممكن يسوي الطفل حتى يبتعد عن هذه البيئه؟ الطفل هو ما راح يقدر يسوي شيء لان هو طفل، بس الاهل لازم هم يتدخلون ينقذون اطفالهم. يعني قلت لك مثل ما يعني لازم متابعه حتى الابناء الشباب. هو نعم. بعد من صار مدمن خلص بعد انتهى امره، يعني بعد هو راح يفقد السيطره على نفسه، فاكيد هو ما راح يقدر، بس لازم تدخل من الناس اللي هم اقرب عليه ينقذوه. نعم. زين، شنو هو تأثير تعاطي المخدرات على المجتمع؟ شلون يأثر على المجتمع؟ أكيد تأثير سلبي، كلش سلبي. يعني الإنسان المتعاطي هو من عندما يصبح متعاطي راح يفقد من يعني يتعاطى المخدرات، نحن كلنا نعرف أنه هو راح يفقد عقله مثلا، يعني نعم. يفقد السيطرة على نفسه، بعد راح يكون يعني فاقد للوعي. فهذا ممكن أنه يكون يعني عنيف، او مثلا يعني يتصرف تصرفات عنيفه، ممكن ينجرف مثل ما قلنا انت قلتي نوع من انواع الارهاب فعلا. نعم. يعني اي، وايضا صارت يعني حالات مثلا تعاملنا معاهم انه هم بعض الحالات قالوا انه يعني من المدمن يصير اعتداء او تحرش داخل العائله. يعني هو من يكون فاقد عقليته اثناء التعاطي ممكن يتحارش باخته، بامه، ببيته ممكن. فهذا اكيد يعني له تاثير سلبي كلش كبير على المجتمع وعلى العائله وعلى الاسره. نعم. زين، يوصل بالمتعاطي للمخدرات اليوم انه يرتكب جريمه؟ اكيد طبعا، لان هو اصلا فاقد للوعي، فاقد يعني خارج عن حدود المعقول، فاكيد ممكن يرتكب جرائم، واكو حالات ادت الى الانتحار يعني من العنف اللي يتعرضوا له من قبل المتعاطين حتى يخلصون، يعني يحاولوا الانتحار نساء. نعم. زين، شنو هي الاثار الجانبيه لتعاطي المخدرات؟ مثل ما التفكك الاسري، كل شيء ممكن، كل شيء سلبي يصير كيف يضر على الشخص المتعاطي من الناحيه الصحيه او من الناحيه الاجتماعيه وحتى من الناحيه الاقتصاديه؟ قصدك الاعراض على الشخص نعم. المتعاطي؟ اذا احنا نلاحظ يعني حسب ما نشوف بالتقارير وهذا انه المتعاطي يكون ظاهره عليه علامات، مثلا نشوف عينه تكون حمراء، نحيل جدا، عنده اضطرابات بالتركيز، اضطرابات بالذاكره، بالتوازن، ممكن يكون يعني هو ايضا يسبب فشل كلوي وحتى فشل في دقات القلب. اكيد اي. من الناحيه الصحيه اي، اضطرابات زياده السكر بالدم. نعم.
ارتفاع يعني خلل بالضغط الدم وكثير من الآثار الصحية عليه. بس احنا اذا ردنا نشوف انه نعرف هذا الشخص متعاطي، قلت لك من خلال اختلال بالتوازن، عينه تكون حمراء، يكون دائما عنده اكتئاب او انعزالي، ما يحب يندمج ويا المجتمع، يكون إلى عالمه الخاص. يعني حتى من الناحية الاقتصادية احنا يعني حضراتكم قلتوا السبب الرئيسي للتعاطي هو قد يكون الشخص يعني الوضع المادي مالته قليل، فيلتجئ إلى المخدرات، ما يعرف أنه هذا على مرور الوقت راح يحتاج يعني فلوس أكثر حتى بس يريد يشتري المخدرات. نعم بالتالي صح. راح يصير يعني يتضاعف عليه العبء. أكيد. بس هم أثناء هاي من ياخذون هاي الخطوة ما راح يفكرون بعدين، هم يفكرون بالوقت الحالي انه اني لازم اكسب. مثل ما تعرفين انه تجاره المخدرات فيها اموال طائله، فهو يدخل بهذا مثل عن طريق صديق او احد يدخل بهذا الباب، وبعدين يعني تصير النتائج السلبيه. نعم. ست نضال، دائما الخوف يكون داخل الشخص المتعاطي، يعني يخاف من العقاب، يقول اخاف اروح اقول مثلا للشرطه او الاشخاص المختصين بالدوله اقول لهم انه انا اتعاطى واريد مثلا علاج، فيخافون من العقاب مال الشخص المتعاطي. فالى من لازم يلتجئ الشخص اللي يتعاطى اول شيء؟ اكيد الشخص اللي يتعاطى اكيد راح يلجأ لاقرب الناس اليه، اذا هو ببيئه امنه بين اهله واصدقاء جيدين راح يلجأ انا اعتقد للصديق والاهل قبل اي خطوه. هو ما يقدر يعني بصراحة يروح لهذه المراكز الشرطة أو المؤسسات الصحية بدون ما واحد يدعمه، كان يكون الأب يدعمه أو الأم أو الأخ أو الصديق أو الجار الطيب، لأن تعرفين أنه هذا كل شخص عنده شخص يرتاح له يحكي له عما بداخله. فأنا أعتقد الأهل إذا كانوا قريبين من هذا المتعاطي راح يشكي لهم ويلجأ لهم أكيد. احنا ما عندنا المتعاطي ما يقدر مع الاسف يلجأ للمؤسسات الصحيه ويقول اني متعاطي وبهاي الصوره اللي هسه شرحتيها. نعم. ما عندنا ذاك الوعي انه هذا المتعاطي ايضا انسان مثلي مثله يعني. صحيح. وهو بلحظه ضعف جرب هذا الشيء، والمشكله اذا يجربه اول مره راح يحب يجربه مره ثانيه وثالثه. صحيح. وهكذا الادمان يكون يعني عدة مرات. فأكيد راح يلجأ إذا عنده أصدقاء طيبين راح يلجأ لهم، وقد يكون العكس، قد يكون ما يلجأ ذول الناس الطيبين اللي راح ينتشلوا من هذا الواقع، يلجأ إلى أصدقاء مدمنين أيضا. صحيح. يعني هذه الحالة أكيد نتوقعها احنا حتى يخلق فد بيئة متوازنة بداخله. يعني يقول أنا مو بس أنا أتعاطى، صديق وغيره وغيره، فد يختار له وضع متوازن حتى هو يرتاح نفسيا، يجوز يلجأ لهم. يعني يخلي حتى أنه هو يقوم يوزع المخدرات على أصدقاء. نعم. البقية. نعم. وبالتالي الكل راح يتعلم من عنده. قد يروج. نعم. وقد يحوز حيازة وقد يتاجر. صحيح. فهذه مراحل خطيرة إذا ما أكو رقابة أسرية على هذا المدمن. الأسرة تراقبه وتضع الحلول قبل أن يصل إلى ظاهرة الإدمان، فالمدمن في خطر كبير جدا. نعم. زين، شلون يتم معالجة المدمن؟ سؤال مشترك يعني. أنا أشوف أنه بالبداية الرقابة الأسرية تلعب دور كبير. هذا المدمن أكيد عنده عائلة وعنده أهل ودا يعيش في وسط أسري. المفروض الأهل يراقبون ابنهم ويراقبون تصرفاته. كيف يتعالج؟ يتعالج. نعم. أكيد أكو مراكز تأهيل. إحنا بالعراق مع الأسف إحنا ما جاي نشجع هذه إنه نفتح مراكز تأهيل. صحيح. لعلاجهم، ما ننظر لهم إنه هم مجرمين. نعم. أو كأنه ارتكبوا جريمة، هم أذوا نفسهم. إذا ما تطور الأمر وصار لا بدوا يرتكبون جرائم. إحنا المفروض نعالج من البداية. إذا عالجنا من البداية المدمن بداياته يكون أسهل إنه يتشافى. نعم. لكن المدمن المشكلة إذا راح للحيازة وللإتجار وللترويج، هذا اللي يخوف. صحيح.
أقدر أجاوب على هذا السؤال. هو عدة خطوات للعلاج المدمن. أول شيء هو الفحص الشامل طبيا، يعني من خلال فحص يعني تخطيط للقلب والعقل حتى يتم تحديد نسبة الخطر اللي هو واصل لها. بعدين لازم يتعالج نفسيا، يعني مثل مراكز الدعم النفسي وغيرها، وبعدين يبدي مرحلة إدماجه وإشراكه بالمجتمع حتى يتأقلم ويرجع شخص طبيعي حاله حال بقية الأشخاص. نعم. ايش قد تطول تقريبا فترة علاج الشخص المدمن؟ حسب نسبة الخطورة اللي واصل لها. نعم. وحسب استجابته للعلاج. يستجيب بسرعة إذا كان في بداية الأمر. نعم. لكن إذا وصلت ظاهرة الإدمان إلى مرحلة خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. صحيح. لأن المخدرات بصراحة تحدث تلف في خلايا المخ وخلايا الجهاز العصبي، وبالتالي ما يمتلك أنه يسيطر على تصرفاته وأقواله. ليش؟ لأن المادة الكيميائية المخدرة هي راح تعمل محل الهرمونات الطبيعية اللي يفرزها الجسم. صحيح. بالتالي ما راح يقدر يسيطر على نفسه. إذن لو كنا بالبداية الرقابة الأسرية وتوفير فرص عمل. طيب اكو يعني اشياء تدل على انه هذا الشخص هو يتعاطى، تصرفات تبدي تظهر عليه؟ اكيد. نعم. اكيد صحته تبدا تدهور، لان صحته تبدا تدهور. تلاحظين انه ما يقدر يسيطر على افعاله، ودائما تلاحظين انه يشعر بالوحده والاكتئاب، وقد يلجا الى ان يغلق على نفسه. وحتى صحته، ليش؟ لان يؤدي هذا الى تلف بالكبد تلف بالجهاز المناعي ككل. تلاحظين انه صحته تبدا تدهور وصعب علينا حالة النوم. صحيح هاي. نعم يؤدي لان يعيش بحاله غير واعيه، يبدا كل شيء يتخربط عنده بالجهاز المناعي، ما يقدر، كل وظائفه الحيويه تبدا تتعطل، تبدا فقط الماده هذه المخدرات والكيميائيه تحل محلها، وتبدا هي اللي شو انواع المخدرات؟ صحيح كثيرة. ما يقال حتى الادمان على رائحة البنزين. احنا المشهور بالعراق الكريستال مثلا، مادة الكريستال مشهورة بين الشباب بالعراق، وكو مواد اقوى واقوى. الكريستال يمكن لانه هي ارخص مادة من المخدرات. ارخص مادة، واعتقد انه هي في متناول ايدي الجميع. نعم. لانها مادة رخيصة. صحيح. المشكلة احنا الحكومة ماذا هي مو المشكلة بالمتعاطي، المشكلة بالتاجر للمخدرات والمروج للمخدرات. المفروض الحكومة تركز انتباهها أكثر انه تضبط هذه البؤر التصنيع وبؤر التهريب وبؤر الاتجار بها قبل المتعاطي. المتعاطي انا اعتقد انه هو ضحية. صحيح. ضحية لأمور مرت بحياته، التفكك الأسري، الفقر، البطالة، ترك للدراسة، الوازع الديني ما موجود عنده، ما ملتجئ للدين. فكل ما كانت البيئة آمنة بالنسبة هذا راح يقدر يترك ويبتعد. أصدقاء السوء يلعبون دور. قلة دور الرقابة، ماكو. الرقابة الحكومية ما تراقب وتضبط وتشوف، يعني الريد فعل مشدد. اليوم نشوف أعداد كبيرة من نسبة المتعاطين بالمخدرات. هل اليوم الإجراءات الحكومية يعني هي كافية للحد من انتشار ظاهرة المخدرات؟ أبد مو كافية، أبد مو كافية. احنا نركز على التعاطي ونعوف الإتجار بالمخدرات ونعوف المروج ونعوف الحائز ونعوف كل شيء. احنا المتعاطي لحد الآن نقدر نعالجه، يروح المراكز آمنة، نوفر له فرص عمل، نسوي حملات توعية شاملة، نوعي الشباب بخطورة هذا الأمر. فهواية عندنا فرص. زين احنا نركز خاصة تلاحظين المناطق اللي أشد فقرا. نعم. هسه احنا بالعراق أكثر شيء منتشر بالوسط والجنوب بصورة صحيح. كبيرة، وتلاحظين بالمناطق اللي هي أشد فقرا الفقر يلعب دور. فرص عمل ماكو للشباب، بطالة، فراغ، ترك صحيح. دراسة، ماكو رقابة حكومية، ماكو توعية لذول الشباب. المفروض حملات توعية شاملة تكون. نعم. وأصلا بحملات التوعية الشاملة المفروض المدمنين واللي تشافوا يقدرون ذولا نوظفهم بعد ما تشافيهم من الإدمان، نوظفهم حتى يسوون حملات توعية شاملة، نخرطهم بالمجتمع، ما نخليهم يبتعدون.
المؤسسات التأهيلية يعني لازم تكون منفصلة عن اللي عندهم مثلا أمراض نفسية، لأنه لما يروح لهاي المراكز يشوفهم هيك يقول أنا راح أصير مثلهم. يعني أنا دا يعاملوني معاملة نعم. ما له علاقة، لأن قلنا من أضرار الإدمان على المخدرات الشعور بالاكتئاب والشعور صحيح. بالوحدة، وبالتالي إحنا ما نجي نعالج حالة بحالة أشد ونخليهم ينخرطون مع المريضين نفسيا، لا، هذا مو طريق. وإنما مراكز تأهيلية عندها برامج تدريبية خاصة بنوعية العلاج واكو يعني برامج تقدر الحكومة تخليها يعني حتى تأهلهم وما تخليهم تتطور الحالة. مع الأسف ما نريد تتطور احنا الحالة، احنا نريد نعالج الحالة ببدايتها. مدمن العفو التعاطي وبعدين الإدمان. التعاطي قد يتعاطى بين فترة وأخرى، لكن المدمن لا، باستمرار. المتعاطي بعده ما مدمن، مجرد تعاطي. هو اكو فرق بين التعاطي والإدمان. الإدمان انه بعد ما يقدر يعوفه نهائيا. التعاطي قد يتعاطى يوم. إلى علاج المدمن. نعم، حتى المدمن إلى علاج، حتى المدمن إلى علاج قبل لا يوصل لمرحلة خطيرة تؤدي إلى الوفاة، لأن يصير عجز بالكلى وتلف بالكبد وضمور خلايا الجهاز العصبي كافة. بعد هذا الإنسان صعبة، إذا وصل لهاي المرحلة قد تؤدي إلى الوفاة إذا ما نتسارع ونعالجه. المفروض اكو سرعه بتنفيذ هذه الاجراءات. زين، عندنا اليوم مراكز تاهيليه كافيه لهذه الاعداد الكبيره؟ مع الاسف ما عندنا ذاك الوعي، ما عندنا ذاك الوعي انه ضروره فتح هذه المراكز التاهيليه. عندنا ننظر للمتعاطي انه نظره مو حلوه. يعني ما متواجده هاي المراكز بكل المحافظات؟ حتى لو متواجده تكون بشكل قليل يعني. واهم شيء الوعي ما موجود. هذا الفرد المدمن او المتعاطي يحس انه هو منبوذ من قبل المجتمع. أنا ما أخليه يحس بهذا الشعور. ليش أبعده عن المجتمع؟ أحاول أعالجه وأخليه ينخرط داخل المجتمع. صحيح. أوفر له فرص عمل. أكو هواي شباب يجوز واصلين مراحل، يعني كان يكونوا مثقف ومحصل ماجستير أو دكتوراه يوصل. فإحنا ليش نستفاد من هذول الشباب؟ طاقة هائلة المجتمع راح يخسر بسبب عدم وجود طاقات شابة إبداعية، توفير فرص عمل. لهذا يلتجئ الشخص إلى التعاطي. ما يجوز المجتمع يتأخر تطوره. يعني دول الشباب احنا بحاجة إلى أن نحتويهم. لازم الدولة تحتويهم، وأيضا حتى المؤسسات الاجتماعية. نعم. وش تسوي؟ ضبط البؤر التصنيع والتهريب والمتاجرين. دول أخطر على المجتمع من المتعاطي اللي هو ضحية. مع الأسف. ست نضال، اليوم أكو هناك حاجة لتشريع قوانين جديدة غير اللي كانت يعني قبل، قوانين جديدة حتى تحد من ظاهرة تعاطي المخدرات. القانون قبل بالسابق كان يعاقب على يتاجر بالإعدام، لكن بالقوانين الجديدة لا، قوانين جديدة يعني المفروض. لا، هو القانون موجود، لكن احنا عندنا ضعف بتنفيذ القانون. قوانين موجودة تعاقب، بس يحتاج شنو هي العقوبات؟ تجديد العقوبات. نعم، شنو هي العقوبات اللي تفرض على التاجر وعلى المتعاطي وعلى حيازة المخدرات؟ الحيازة بقصد التعاطي هذه أخطر، والمتعاطي مع الأسف المتعاطي هو مو ما نقدر يعني الشخص اللي تاجر ايش قد مدة عقوبته؟ نعم، التاجر للمخدرات السجن. سجن كم سنة تقريبا. وكذلك كل من حاز وكل من روج كل هذا. لكن المتعاطي أخف، يا أما يخلوهم بمراكز لتأهيلهم من جديد، يا أما يعني عقوبة حبس 2 3 سنوات. زين، يعني هاي العقوبات كافية اليوم حتى نردع ظاهرة تعاطي المخدرات؟ أنا أعتقد أنه بحاجة إلى تجديدها، مو على المتعاطي. شنو المفروض يكون؟ مو على المتعاطي. المتعاطي لا، المتعاطي هو ضحية. لأن ضحية احنا ما نجي نعاقبه، ما لا يد أبد بالتجارة المخدرات ولا حيازتها. فتلاحظين القانون فرق بين التعاطي وبين الحيازة والإتجار بالمخدرات. نعم. المتعاطي المفروض فتح مراكز تأهيلية لعلاجهم. شنو ممكن الإجراءات الحكومية جديدة أنه تسويها حتى تردع ظاهرة تعاطي المخدرات؟ ضبط هذه البؤر كلها ومراقبتها ورقابة عليها. المنافذ الحدودية أبسط شيء. منين تجينا إحنا المخدرات؟
كلها من المنافذ الحدودية. لو كان السيطرة على هذه المنافذ، لأن هي المنافذ اللي يتم من خلالها تهريب وتجارة المخدرات، أصبحوا تجار المخدرات ما يسيطر عليهم من عددهم الكبير. احنا مع الأسف نحكي بالمتعاطي ونعوف التاجر. صحيح. اللي تاجر واللي هو دي يسبب، هو الشخص اللي دا يتعاطى وراها راح يصير تاجر حتى بس ياخذ كمية من المخدرات. وهذه هم لها عقوبة. إذا كان يتعاطى وتاجر لها نعم. عقوبة تختلف عن المتعاطي اللي بريء، اللي هو ضحية. اللي اكو تاجر هو ما يتعاطى لكن بس نعم. يتاجر بها. أي نعم. يعني عقوبته تختلف عن اللي يتعاطى هو ويتاجر. التجار بالمخدرات أخطر، يتعاقب. نعم. لكن أكو حيازة بقصد التعاطي، هذه أخطر. وأكو متعاطي فقط. نعم. أكو يحوز حائز إلها ويتعاطاها، هذه خطوبته عقوبته العفو أخطر من المتعاطي. نعم. زين، اليوم ست ريم اكو توعية كافية بالمجتمع حتى نردع ظاهرة تعاطي المخدرات؟ صراحة احنا جاي نعمل على التوعية بالمدارس لدى الشباب وحتى المدارس البنات، بس ما أعرف إذا هي كافية أو لا. يعني صراحة إيد واحدة ما تصفق، لازم يعني من الحكومة تبدي. نعم. من الأسرة، بداية من الأسرة يبدي التوعية يعني التركيز على هذا الموضوع، ومع المنظمات مع الحكومة، الكل لازم يعني إيد بإيد حتى نقدر نسيطر على هذا الموضوع. نقطة كلش مهمة. قد ممكن تكون هناك أهمية حتى تتعاون المؤسسات الصحية والتعليمية وأيضا الثقافية أو العفو القانونية والاجتماعية، بيناتهم لازم يكون هناك تعاون طبعا حتى نحد من ظاهرة تعاطي المخدرات. كلش مهم يكون هذا التعاون ويبدي من الحكومة. نعم. حتى احنا سابقا مثل ما تعرفين انه العراق كان فقط معبر للمواد المخدرة. صحيح. اما الان صار مستهلك ومستهلك كبير ما شاء الله. يعني حتى اليوم دا يقولون ايضا يعني دا يصنعونها بالعراق. نعم. وبعض تجار المخدرات حتى يجبرون زوجاتهم أو أبنائهم يستغلوهم حتى يروجوا لهم أو يكونون أيضا يعبرون أو ينقلون هاي المخدرات. المشكلة مو بس الرجال، المشكلة احنا هسه نتجه نشوف النساء تلجأ لتعاطي المخدرات، وهذا أخطر على المجتمع، يعني باعتبار المرأة درع الأسرة. صحيح. فتوجه النساء لهذه الظاهرة. شنو السبب اللي يخلي اليوم النساء يتجهون لتعاطي المخدرات؟ أكيد نفس الأسباب، التفكك الأسري، عدم وجود رقابة على المرأة، مشاكلها مع زوجها، تريد تهرب من الواقع، ضغوطات الحياة اللي تمر بها المرأة، يجوز تلجأ المرأة لهذه عدم وجود الظاهرة. وعي كافي أيضا. قد تكون هي ضحية لعنف أسري أيضا، قد تكون نعم. هي ضحية لعنف أسري، مشاكل أسرية بداخل الأسرة الواحدة، تلجأ المرأة للهروب من هذا الواقع بتعاطي المخدرات. بس هذا يشكل ظاهرة خطيرة جدا بالآونة الأخيرة، باعتبار أن المرأة هي مربية الأجيال، هي درع الأسرة، وهي اللي تحافظ على الأسرة. اليوم يعني ست نضال نقدر نقول أنه العقوبات هي شيء كافي أو إجراء كافي لردع ظاهرة تعاطي المخدرات؟ للتعاطي قصدش فقط؟ يعني للتاجر أو متعاطي؟ لا، للتاجر المفروض تجديد العقوبات على التاجر والحائز والمروج. اليوم ما قاعدة نشوف من يمسكون مجموعة من التجار، لكن الأكبر منهم ما قاعد يلزموا. ليش؟ شنو السبب؟ الفساد. أكيد الفساد يلعب دور كبير بإفلات ذولا من العقوبة، وبالتالي المتعاطي، احنا نظل نحكي بالمتعاطي والمتعاطي بدون يعني قصد الحيازة أو الإتجار، لكن التاجر يلعب دور خطير. نعم. التجار اللي دي يهربون البضاعة. نعم. ست ريم كباحثة اجتماعية، شنو النصائح اللي تقدميها إلى المجتمع حتى يقل ظاهرة تعاطي المخدرات؟ صراحة أنصح الأهالي خصوصا الانتباه والمتابعة أبنائهم أثناء ذهابهم للمدارس، متابعة منه الأصدقاء اللي يمشون وياهم، كلش مهم تكون متابعة ورقابة من الأهل على أبنائهم.
وأنصح الشباب أيضا أنه الابتعاد من هذه الأمور والتركيز على الجانب الثقافي أو التطوير من ذاتهم. هو احنا نعرف وضع البلد والأمور اللي جاي تصير والبطالة، قلة فرص العمل، كل هاي الأمور هي أسباب تؤدي لأن ماكو فرص عمل، ماكو انشغال، اكو وقت فراغ كبير، فأكيد هم اللي راح ينجرفون بهاي الطرق. فنتمنى من الحكومة أيضا توفر فرص عمل للخريجين، للناس اللي حتى اللي مو خريجين، حتى نقدر شوية نسيطر على هذا الموضوع. نعم، شكرا لك. ست نضال، كلمة أخيرة، ومن الشأن القانوني كيف يمكن اليوم أنه نقلل من هذه الظاهرة؟ أنا أشوف عدة أمور أكو نقلل منها. قانونيا شنو لازم اللي يصير؟ نفعل الرقابة الأسرية، نفعل الرقابة الحكومية، خلي يكون اهتمام الحكومة بالبيئات الأكثر فقر، تتابعهم وضعهم الاجتماعي، وضعهم الاقتصادي، وضعهم الاقتصادي، متابعة الحكومة هذه. نلاحظ البيئة، لأن البيئة تلعب دور كبير في انتشار هذا. إذا كانت البيئة غير آمنة وغير سليمة وتعاني من التفكك الأسري والوضع الاقتصادي الصعب، يلعب دور الحكومة لو تخلي بالها شوية من هذه الأسباب وتعالجها. توفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، ضبط بؤر التصنيع، دخول الشباب بحملات توعية شاملة لخطورة هذه الظاهرة، إضافة إلى تجديد العقوبة على المتاجرين بالمخدرات. نعم، شكرا لكم على تواجدكم اليوم ويانا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام تغطيتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء.